الصالحي، واحب ان هو يعرف نفسه اكتر في برنامجنا صوت الحياة ويعرف المشاهدين. اهلا بيكي ومشاهديكي الكرام. قناتكم هي اثبتت انتشار جيد واحترام من المتلقين. اسمي بهاء الدين الصالحي، ناقد ادبي وكاتب صحفي في الحوار المتمدن في الاعلام، ومهتم بحركه الثقافه في مصر. ان شاء الله. حضرتك اتكلمنا كده يعني في مواضيع مثلا منتشرة في حكاية التمثيل والفن وحاجات يعني بعد حضرتك مثلا اكتر فيلم مثلا او اكتر حاجة نقدتها ايه؟ والله احنا لم يأتي مخرج مبدع بعد عاطف الطيب. ليه؟ لأن احنا صنفنا عاطف الطيب على إنه أحد أبناء الطبقة الوسطى البررة، لأنه كل أفلامه ناقشت كل هموم الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى التي ننتمي لها نحن، الطبقة الوسطى التي عانت من مساحة ارتفاع الأسعار ومن مساحة الطبقة. هذا يؤكد خط أستاذنا الراحل كمال رمزي، وهو من نقاد الستينيات والأربعين، كان بيكتب فيه وزير إنه فكرة الواقعية والفن، الواقعية والفن، وده بيردنا لعدة نظريات في موضوع المثقف ومفهوم المثقف، وهذا طبعا أمر ومجال آخر من خلال النقاشات الفلسفية. ولكن أبرز الأفلام كانت عاطف الطيب، يليها الأستاذ خيري صاحب فيلم الصعاليك وصاحب فيلم وبعض الشباب. هنا يكون الشباب هم الطاقة التنموية في السينما. أما مساحة المسرح فهذا أمر. يعني تقول لنا برضه على المسرح برضه. فكرة المسرح المصري في بداياته مع يعقوب صنوع 1872، واختلفوا في من بدأ في المسرح، بدأ ريادة في المسرح المصري، هل هو أحمد فارس الشرياط كما قالت الدكتورة رضوى عاشور، أو هو يعقوب صنوع كما أكدت وحاربت ونافحت من أجل هذا دكتورة نجوى عنوس. ولكن من السابق أنه يعقوب صنوع، ولكن الهجوم على يعقوب صنوع لأنه كان بيطعن في ديانته أنه كان يهوديا، ولكن نحن نراهن على فكرة أن كان يهوديا مصريا وليس يهوديا. علاوة على دوره الانتقادي والكاريكاتير، جاء من بعده يونس القاضي، الشيخ يونس القاضي، وكان قاضيا شرعيا. تعامل مع نجيب الريحاني والسيد درويش فأنتج مسرحا غنائيا أبرزها العشرة، لأنه كنا احنا المجتمع المصري بأكمله في هذه المرحلة خاضع لفكرة المشروع أو خاضع لفكرة التحرر أو البحث عن صيغة جديدة للمجتمع المصري. جاء بعد ذلك مسرح محمود دياب وألفريد فرج ويوسف إدريس في الستينيات. ولأن المجتمع المصري كان مسيطر عليه الوعي الثقافي بفعل تنظيم قديم كان زمان اسمه الجماعة الشعبية. الجماعة الشعبية دي تم حلها سنة 1967 وتم إحلال الثقافة الجماهيرية مكانها بحكم التغيرات التي طرأت فيها المجتمع المصري ووجود بعض المهن الغير متجهة، لأنه لا يؤمن بمسرح ثقافي متميز إلا شعب مثقف. عندما تراجعت مساحة الثقافة اتجه المسرح إلى الإسفاف، خاصة مع خاصة في ظل ما هو في عهد الإمام. كنت أسأل لسه حضرتك في موضوع المسرح اللي هو بيبقى دلوقتي بقى مختصر وبقى حاجات بسيطة وما عادش زي الأول، فحضرتك يعني كده بتقول لنا برضه رأي حضرتك في المسرح اللي هو اللي بيبقى
حاجه بسيطه كده مش هو ده بيسموه في علم المسرح الخاص. بمعنى ايه؟ القائم على المفارقه الوقتيه. على فكره القائم على سوء الفهم. وده كلام كان اسمه في عند الفرنسيين اسمه مسرح الفوتيه. وده كان مسرح بيقام لإنعاش قلوب الطبقة الأرستقراطية. ولكن عندما يأتي بلزاك فيما بعد وتأتي التيارات الواقعية والرومانسية فتنتج لنا مسرحا واقعيا اجتماعيا. لأنه شكل المسرح السائد محدد بطبيعة المستهلك. المسرح ككل الأشياء سلعة تقدم إلى مستهلك معين، حسب طبيعة المستهلك نحن نكيف ما نقدم بناء على فكرة التفاعل المباشر مع المسرح. ولكن هذا لا يعني سواد الصورة أو حكمتها بشكل أو آخر. الدليل عندنا أن المسرح القومي عندما عرض الملك لير رائع يحيى الفخراني حققت أعلى إيرادات في تاريخ المسرح المصري. هي وأهلا يا بكوات كانوا الاثنين. الملك لير بيناقش قضية السلطة، أهلا يا بكوات بتناقش قضية الدكتاتورية أو بمعنى أو بآخر قضية الصراع أو فكرة الحرية. تحب تقول لهم ايه مثلا بالنسبه لحضرتك، يعني في مثلا في الاطار ده ان حضرتك مثلا توجه لهم كلمه او تعرفهم مثلا مضمون يعملوا ايه في المسرح الجديد، يعني كلمه من خلال حضرتك يعني. والله شوف لا تجديد إلا بوعي الشباب المجدد في المسرح. وأطمئنك إنه المسرح المصري به طليعة شبابية يكفي المشروعات المقدمة في المعهد العالي للفنون المسرحية. المأزق عندنا في قدرة الإعلام المصري على تسليط الأضواء على الجيد من المسرح. كانت تقوم بهذا في سبعينيات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي الأستاذة منى جبر. الأستاذة منى جبر كانت بتستضيف الحركات المسرحية وكانت تستضيف مسرح الجامعة. ولكن احنا هنا لأنه نمط ملكية القنوات الخاصة أصبح يؤدي إلى فكرة عرض ما يجلب من إعلانات. عرض ما يجلب من إعلانات، وبالتالي فكرة مراعاة القيمة الفكرية متأخرة أو متأخرة في الأولويات عند اختيار الأعمال المعروضة على المسرح. نبشر أو نقول تحديدا ولكننا لا نعشق الواقع المسلم أن الواقع الثقافي الجديد قادر على إفراز شباب مثقف وواعي، وأن أي منتج مسرحي إذا أراد أن يراهن على الجودة في الإنتاج المسرحي وموضوعات مسرحياته سوف تنجح مسرحياته التجارية. فلا تخافوا لأن الواقع شديد الجمال وشديد التطور، لأنه المجتمع دائما يجدد جلده من خلال نتمنى التغيير وفي كل اللي حضرتك الأستاذ صلاح اللي هو بيقوله، نتمنى التغيير والتجديد في حاجة كويسة وتبقى حاجة تفيد المجتمع وتفيد الشباب. ومن برنامجنا صوت الحياة ونشكر الأستاذ صالح الناقد الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.